السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة. والنهاردة هنتكلم عن الفيديو ده عن نتيجة استطلاع ليلة القدر. يا ترى كانت في أي يوم؟ طب وإيه الحكمة من إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بليلة القدر هتيجي في كام رمضان؟ قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: قد أخفاها الله عز وجل عن عباده لحكمتين عظيمتين، إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها، والذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط. أما الحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم لينتفعوا به. أما عن ليلة القدر فكل الليالي من الفيديوهات اللي اتعملت قبل كده ومن البث المباشر اللي عملناه، فكان الشمس بتختلف من ليلة إلى أخرى، وكان الظروف الجوية برضو بتمنعنا إن احنا نشوف شروق الشمس كان عامل ازاي وكان الأشعة عاملة ازاي. فإن شاء الله وبإذنه النتيجة الأقرب هتكون بإذن الله يا ترى هتكون في 28 ولا 26 ولا 29 ولا في أي يوم. أما عن نتيجة استطلاع تحديد ليلة القدر وذلك فإن ليلة القدر تنحصر في ليلة من ليلتين، وهما ليلة 25 أو ليلة 29، بمراجعة الفيديوهات والصور التي التقطت وبمراجعة المدة الزمنية التي استغرقت فيها الشمس بدون شعاع. اتضح ان ليلة 25 استمرت الشمس فيها لمدة نصف ساعة بدون شعاع. ليلة 25 كان الشمس بدون شعاع لمدة نصف ساعة وهي المدة الأطول. أما ليلة 29 استمرت الشمس فيه بدون شعاع لمدة 17 دقيقة وهي المدة الأقل. وذلك فإننا نتوقع بنسبة 99% أن تكون ليلة 25 هي ليلة القدر، والله أعلم.